يمكنش السيد الرئيس كمسير انك تبقى تفرض على المتدخلين والمستشارين، وهذا كيخلق واحد الجو غير صحي للمجلس. وبالتالي الشعارات اللي كنرفعوا ديال اننا كنهنوا المنتخب وغنظموا المواضيع، حنا ما نظمناش حتى مجلس. المجلس اللي فيه واحد الصنعه، ما استطعناش اننا ننظموا النقاش باش يكون صحي. وبالتالي النقاشات الهامشيه اللي فيه واحد الفوضى عالمه داخل المجلس، الاعلام كينقل واحد الصوره سيئه على المجلس. واش حنا على شنو زعما شنو الحضور ديالنا؟ علاش كنجيو حنا نحضروا في المجلس؟ واش كنحضروا باش نتناقشوا وتداولوا، ولا نجيو باش نتنافسوا في الالقاب؟ راه كنعطيو صوره سيئه كاننا كندرسوا على صفقات وعلى همزات ولا شي حاجه، بخلاف اننا الدوره خصها تكون دوره عادله، يكون الانصاف نتصنتوا بعضنا البعض، ما فينا بس كل واحد عنده الحق باش يتداول، طبعا في اطار جدول الاعمال في النقاط، ولكن ما كيكون الخطا. هذا ملاحظه لابد ان نجد بها، لاننا في الولايه في السنه الاخيره مده 4 سنوات وكنسجلوا هذا الشيء هذا، لدرجه اننا ما بقيناش عارفين واش حنا مع المعارضه، شنو هي المعارضه واش هي الاغلبيه. من هذا المنطلق كنبداو ان نسجل بان الاغلبيه المسيره للمجلس هي اغلبيه هجينه، والدليل على ذلك هو الدعوه الجلسات ديال الدورات وما كتنعقدش، وما كاينش اعضاء ديال الاغلبيه ما حاضرينش، وبالتالي هذه اغلبيه غير منسجمه وهجينه، وبالتالي كطرح واحد علامات استفهام امام مشروعيه المؤسسات اللي حنا كنتواجدوا فيها. المؤسسه بالمشروعيه ديالها ما تحترم الضوابط واللوائح الوطنيه، وبالتالي كتراكم تطور في ان نوصلوا للاحسن، فاذا بنا كنحاولوا يعني كنوصلوا للحضيض ديال العمل المؤسساتي. فيما يخص نقطه النظام ديالي وكنحترم، لان اذا ما كناش نحترموا الضوابط كيمكننا نجيو هنا نقولوا اللي بغينا. هذه ملاحظه اللي كتعلق بالسير العام اللي كاين الان. انا ما ناخذش النقاط اخرى، لان كاين نقاط واحد جدول الاعمال اللي كتوصلوا ديك النقاط غندوروا فيها ونعطوا فيها الراي ديالنا. فيما يخص يعني طبعا انا كنأكد على الخرق القانوني اللي كنسجلوه، لان ضروري نسجلوا بان كاين خرق قانوني، وبالتالي ما كان الراي ديالنا ما كيوقفش التاريخ، كتبقى السلطه المراقبه هي تتحمل المسؤوليه ديالها. حنا ما عندناش السلطه باش نقولوا هذه الدوره نحيدوها ما غتكونش، ولكن سلطه المراقبه تتحمل المسؤوليه في هذا الجانب هذا. انا غنزيد نقطه اخرى اللي ما ضافوهاش الزملاء، هو ان هذه الدوره بحد ذاتها فيها مخالفه قانونيه، لان القانون كيقول بان اذا لم تنعقد الدوره الجلسه الاولى والثانيه، الثالثه تنعقد في اليوم الثالث من ايام العمل، واليوم الثالث من ايام العمل هو يوم الاربعاء. اليوم الرابع، احنا اليوم كنعقدوا في اليوم الرابع. انا كنقول والسيد الرئيس كنتفق ما غاديش نجاوب معاك، ولكن انا كنسجل ملاحظه سلطه المراقبه تسجل بحال ما تجاوب ولا تقول لنا راه هادشي اللي كنقولوا راه غير قانوني، بالتالي كنسجل هذه الملاحظه. فيما يخص الوثائق اللي مرارا وتكرارا كنقولوا ان اي النقاط اللي باش ننجحوا الدوره، لان عدم احترام يعني المساطر القانونيه كيدفع ان الدوره ما تنجحش، ان الدوره يكون فيها الجو ديال السخط وديال عدم الانصاف وعدم التداول. اللي كنقولوا كنطرحوا النقاط اللي كتحدد جدول الاعمال ديال النقاط، يعني كان المفروض نحترموا المساطر، وبالتالي ما غيكونش هذا الجو هذا، لان عدم احترام المساطر هي اللي كيؤدي لهذا الاخذ والرد والكلام خارج الموضوع، وبالتالي خارج جدول الاعمال. دونك المساله ديال الوثائق كنأكدوا عليها، وهذا هو العمل اللي كيتكرر بزاف المرات، هو عمل مقصود باش اننا الدورات تنعقد بهذه الاجواء وننقل واحد الصوره سيئه للراي العام اللي كيشوف حنا كما قلنا هنا بزاف ديال الرهانات ووضع لا يحتمل، الوضع اللي كنعيشوه اللي لا يحتمل اننا نخلقوا اجواء ديال التوتر. شكرا.